القصيدة. نعم. القصيدة العربية اللي عودتينا عليها دائما. طبعا يعني هي قطعة من ذاتي، غناء القصيدة العربية. وفي بنفس ألبوم راجعة في اللي أغاني يعني كوكتيل أيام زمان، الوجه الآخر، وقل لي الزمان ارجع يا زمان. قل لي الزمان ارجع يا زمان. في كوكتيل أيام زمان موجود فيه أشهر 6 أغاني لي أنا، طبعا بتقنية التوزيع الموسيقي الحديث يعني. فإن شاء الله ممكن راح نسمع الآن، لكن قبل هذا راح نسمعوا لك الآن وحياتك. يا سائل ورد وحياتك يا سائل ورد، لما بتمرق صبحي بتقله ما ينسى الوعد اللي بيني وبينه عشية. نسمعوا إذا الأغنية وراح يرافقك برقصة جميلة لون لبناني. هذه دبكة لبنانية. هذه دبكة لبنانية نعم. أغنية جديدة بالي أرابيسك. ولأول مرة بيشرفني جدا جدا أن أقدمها لأول مرة من التلفزيون الجزائري، ويا رب إن شاء الله أن تلقى الرضا والقبول، وعشان يعني جديدي معايا، وإن شاء الله حنسمع اليوم الجديد والقديم. نسمع اليوم إذا تفضلي. بيمر صبحي بتقله ما ينسى الوعد البيني وبينه عشية. وحياتك يا سائل الورد لما بيمرق صبحي بتقله ما ينسى الوعد البيني وبينه عشية. نطرت ودخلك وانصار، ليش تأخر بالمشوار؟ سألت الورد بتاني نهار تلبك وتطلع فيي، سألت الورد بتاني نهار تلبك وتطلع فيي. وحياتك يا سائل الورد لما بيمرق صبحي بتقله ما ينسى الوعد البيني وبينه عشية. عم يحكي الوردي بالسر، الورد احمر وهو احمر واتنين كذبوا علي، الورد احمر وهو احمر واتنين كذبوا علي. وحياتك يا سائل الورد لما بيمرق صبحي بتقله ما ينسى الوعد البيني وبينه عشية.
الوردات الحلوين هني ومحبوبي من سنين كانوا ببعضن مغرومين أكتر مني بشوية كانوا ببعضن مغرومين أكتر مني بشوية وحياتك يا ساقي الورد لما بيمرق صبحية بتقله ما ينسى الوعد البيني وبينه عشية وحياتك يا ساقي الورد لما بيمر الصبحية بتقله ما ينسى الوعد البيني وبينه عشية شكرا سيدة هيام. نرجع الآن أغاني زمان نعم. اللي رايحين نسمعها ونتمتعوا بها، مثل معلقة أو قصيدة امرؤ القيس تعلق قلبي طفلة، وكذلك دق أبواب الناس كلها بالآخر دق أبوابي وفي الآخر دق أبوابي. نعم. فيها أيضا عيناه البن على السكر، وهذه الأغاني وبقلبي الجميلة. قهوته عنبر عيناه البن على السكر على سكر وبقلبي قهوته عنبر تغلي وأنا أغلي معها لا أدري من يغلي أكثر. أود أن أسأل فقط المطربة هيام يونس، نجاح هذا النوع من الأغاني وبقائها هكذا خالدة في رأيك لما يرجع السبب وما هو السر؟ في البداية إن كان القصيدة العربية أخت رزيقة من فضل الله أنا طوعت القصيدة العربية حتى تصبح في متناول الأسماع، منمنمة، يعني قصيرة، تحفظ بسرعة بيحفظها الصغير والكبير، والريتم أيضا ريتم أغنية شعبية. هذا السبب الأول. نعم. السبب الثاني لا شك في اختيار الكلمات، وفي أيضا سكب اللحن المعبر الألحان. وانت اللي وضعتي لحن دق أبواب الناس كلها، يعني دق أبواب الناس كلها وعيناه البن على السكر على أيوة. السكر. نعم. أحيانا عندي الكلام بشدني، بشعر إنه بيقول لي لحنيني. شوقتينا نسمعوا هذا الأغاني وهذا الكوكتيل الجميل من أغانيك الخالدة. حقيقة يعني بكل تواضع واعتزاز بشعر انه هذا كعمل اول يجمع خلاصة اشهر واحب الاغاني الى قلبي والى قلب الجمهور، جمعناه في كوكتيل ايام زمان، و فين ما كان بشعر انه الناس عم بتكون راضية عليه لانها عم تتذكر كل الاغاني اللي عاشت عليها. صح. واللي يعني وربت أذنها عليها. يعني نسمعها مع بعض، نسمعها سوا. تفضلي. تأمري أمر على راسي. تفضلي. يا حبيبي الدار طولت المشوار، ويا حبيبي الدار طولت المشوار، امتى ترجع يا حبيبي ونفرش لك الدار ونفرش لك الدار. يا حبيبي الدار طولت المشوار، يا حبيبي الدار طولت المشوار، امتى ترجع يا حبيبي ونفرش لك الدار ونفرش لك الدار. بعد حكاياتك واخبارك، بعد احلامك وافكار، بعد رسمك بعد اسمك، بعد الدار الحلوه دارك، واهل الدار كبر وصغار يغنوا لك يا حبيبي الدار. انت ترجع يا حبيبي ونفرش لك الدار ونفرش لك الدار.
سكر وبقلبي قهوته عنبر عيناه البن على سكر وبقلبي قهوته عنبر تغلي وأنا أغلي معها لا أدري من يغلي أكثر لا أدري من يغلي أكثر قمر هو أحلى من قمر نغم هو أطرب في نظري عيناه سبحانك ربي خلقت عيناه للثمر هو أحلى معنى للحب وعلى قلبي مثل السكر وعلى قلبي مثل السكر تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى هائم قد صام لله وابتهل إلى هائم قد صام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصم لله يوما ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعة ولي ولها في كل ناحية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحل والحلل تنعم بالديباج والحل والحلل سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة وسافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة والدار بعدك أظلم والله أعطاك الهيبة يابا الله أعطاك الهيبة الله يسامحهم هاللي فرقوا بيني وبينك الله يسامحهم هاللي فرقوا بيني وبينك هو انا اعطيتك عهد وعيني ما تفارق عينك يبا عيني ما تفارق عينك سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة والدار بعدك أظلم والله أعطاك الهيبة يبا الله أعطاك الهيبة يا لا لا 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 يا لا شكرا للمطربة هيام يونس على هذا الكوكتيل الجميل اللي امتعتنا فعلا وذكرتنا في هذه الأغاني الجميلة. احنا
الآن حابين نذكروك في مناسبة سعيدة جدا بالنسبة لك وبالنسبة لجمهورنا ومفاجأتنا. نذكروك في مرة من المرات زرتي فيها الجزائر. نعم. وكان لك لقاء وتعاون مع فنان جزائري، تتذكري؟ طبعا في 86 او 87 الاستاذ عبد الله مناعي، مين ينساه؟ الأستاذ عبد الله مناعي. يا بنت إذن العرجون، يا بنية العرجون، والله ردي عليا. طبعا غنيناها سوا. واستاذ عبد الله يعني من خيرة فنانين احنا الجزائر. حبينا اليوم انه نزيدوا نلاقيكم مرة أخرى مع بعض. في الهاتف ولا لا إزاي؟ لا، الأستاذ عبد الله مناعي يا هلا الفنان الذهب الخالص موجود. يا هلا يا هلا. معقول؟ اهلا وسهلا أستاذ عبد الله، والله زمان. تفضل معنا، تفضل، والله الجلسة زمان. راح تنور. اهلا وسهلا. اي معقول؟ قاعدة- الحمد لله قاعدة- يا رب، الحمد قاعدة. لله. والحمد لله ربي يجمعنا هذين ذات يوم، نعم. كان ذات يوم واليوم ذات يوم، ويقول لك على كل حال مرحبا بك على كل حال. وانت خليك مجدتي ربي. الجزائر، ما نقدرش نكثر عليك. اختي راح تطرح علينا اسئله. شكون اللي ونطرح- قال غير الجبال اللي ما تلاقاش؟ والله يا عيني يا قالوها عيني. قالوها. مرحبا بك أستاذي. أنا دايما نحب نقول عليك الذهب الخالص، لا السنين الذهب الخالص. ولا والله. رمال مدينة الألف قبة أثرت على هذا الصوت الجميل والقوي. الصوت هذا الريفي على كل حال اليوم راهو شوي شبه متغير نوعا ما، لان خاطر ما يقبلش الانتظار. الصوت الريفي يبدا اذا كان بدا مبكر، يعني الساعه 8 بالليل، يقدر ينتهي حتى الغدوه 8، يضرب 12 ساعه بدون انقطاع، ما ما شاء فيش الله. ملل ولا ما شاء الله، الله واذا الله. بدا ينتظر يعني هاو 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 هاو، يعني في حبالة الصوتية تعرف الأخت يعني. نعم أستاذي، يعني نعم، شيء ما نعم. يعرفش. المهم على كل حال راح نمتعكم أكيدا. طبعا طبعا، وهذا ما تسوى احنا وجمهور السمح هذا البي ورايا وقدامي رايحين نتمتعوا كما قلت معاك. نصر عن يا العفو العفو. قلت رايحين نتمتعوا ونتذكروا مع بعض ونذكروا الجمهور. ردي علي يا بنية العرجون، أيوة. في أي سنة يعني غنيتوها مع بعض؟ والله 86 86 ولكن أستاذي. 86 الإذاعة والتلفزيون ما سجلناها بمجهود شبه خاص يعني. نعم. مع سيبن تركي، مع حتى نعم. نعم. يعني كانت جلسة ممتازة وكانت نعم. ولكن بعدين غارت الإذاعة والتلفزيون فأخذت منها كوبي سيمناعي، وانتشرت والحمد لله. كيفاش وقع الاختيار على هذه الأغنية والله بالذات هي باش اللي تغنيوها اختارت. هي ثنائي؟ اختارت، أنا مش اللي اخترتها، هي أنا كنت. احنا كنا في وادي السوف، يعطيك الصحة. في الوادي، ويا ريت ممكن استاذ عبد الله عشان انت ابن الوادي برضه، مش كده؟ نقول اذا طلعت شمس الصباح فسلمي، فآية تسليمي عليك طلوعها ب10 تحيات إذا الشمس أشرقت، و10 إذا احمرت وحان رجوعها. 20 تحية و100 ألف تحية للوادي يا أستاذ. شكرا. وأهل الوادي. اللي ما قراليش عنا يكتب، وليش عنا يفسد حبر الدواية. يا عيني يا عيني. واللي ما يعرف
يخفى القيمة. الله اوف 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 اوف. اوف. العاود اللي ما قرا ليش عنا يكتب وليش عنا يفسد حبر الدواية، واللي ما عشق ليش عنا يكذب وليش عنا يقطع في عروض الوناية. يا عيني. قالت الكبرى قالت الكبرى أتعرفن الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر قالت الكبرى أتعرفن الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. لا يخفى القمر. يا عيني يا عيني. جود يا أستاذي جود.